إيه السر اللي مخلي فيلا على النيل مقفولة من 70 سنة واللي يدخلها يا يهرب يا يختفي؟ اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. فيلا في الغربية على النيل مباشرة، مقفولة من أكتر من 70 سنة. اتقال إن اللي بناها كان ضابط إنجليزي مهووس بالسحر الأسود، وقبل ما يمشي سنة 1956 لعن الفيلا. ومن وقتها كل اللي حاول يسكنها أو حتى يرممها كان بيحصلوا مصايب. واحد عمل حادثة قبل ما يدخل، واحد تاني جاله انهيار عصبي، وعمال جواها سمعوا خطوات، ضحك مكتوم، وأدواتهم تتحرك لوحدها. مرة حاولوا يشغلوا إذاعة القرآن الكريم، بس الراديو يتقلب لوحده على أغاني غريبة. وفي عز الليل صاحب الفيلا سمع خربشة على الباب، ولما فتح لقى كلمة مكتوبة على الحيط: ارجع، مش مكانك. كل محاولة لهدمها أو استثمارها فشلت. آخر واحد قرر يقضي ليلة جواها، ومن يومها محدش شافه تاني.